هو في ايه يا صالح؟ مالك؟ متغير معايا كده ليه من ساعة ما اتوظفت الوظيفة الجديدة دي وبقى مرتبك ثابت؟ من ساعتها وانت متغير معايا قوي. لا ابدا، انا ولا متغير ولا حاجة يا ست نهى. انت بقى اللي شكلك يقرف وما عدتش طايقك ولا طايقة ابص في وشك. انت ما عدتيش مهتمية بنفسك خالص. انت مش شايفة نفسك عاملة ازاي وشايفة الحريم بره عاملين ازاي؟ ده بياعة العيش اللي تحتنا مهتمة بنفسها أكتر منك. إيه؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا صالح؟ أنا على طول مهتمية بنفسي. أنا مش بروح كوافير ومش بعمل بديكير ومانيكير وحط أحمر وأبيض عشان خاطر أنت ما كانش معاك فلوس. إنما أنت دلوقتي ما شاء الله عليك بقى معاك فلوس أهو. اديني بقى وأنا هروح أعمل كل حاجة. يوه، انا كل ما اتكلم معاكي تحسسيني ان ما كانش معايا فلوس وان انا يعني كنت مفلس. اوعي يعني تكوني بتصرفي عليا كمان. ما كنتيش بتصرفي عليا جنيه واحد يا ست هانم. انا ما كانش ليا شغلانه معينه، كنت على قدي، بس كنت بجيب لكم كل طلباتكم اللي انتوا عايزينها. لكن العفانه اللي انت فيها دي طالعه منك انتي. انا مش مصدقة ان انت صالح جوزي. إيه انت بتتكلم كده ليه؟ انا بكلم واحد تاني خالص. في ايه يا صالح مالك؟ إيه اتغيرت ليه كده؟ ما كنتش كده ابدا يا صالح. افضلي بقى وقولي ما كنتش كده ما كنتش كده. انا سايبك ورايح على شغلي. هو انت كان عاجبك الفقر اللي كنا فيه ده؟ هتأخريني على شغلي كمان وتخليني اترفد من الشغل الجديد وانا ما صدقت ان بقى عندي وظيفة. اوعي كده وسعي من وشي. وهنا صالح زق نهى وخرج من البيت، ونهى كانت زعلانة جدا وعمالة تعيط وتكلم نفسها وتقول يعني لما كنت شاكة ان هو كان متغير معايا ما كانش احساس وهمي ولا حاجة. هو فعلا متغير وبان على حقيقته. بس يا ترى ايه السبب بقى؟ ايه السبب لكل ده يعني؟ ربنا يسترها وما يكونش اللي في بالي. وفي مكان تاني خالص احمد نزل من البيت، وهنا وقف مع بياعة العيش اللي اسمها سمية، وكانت بنت صغيرة كده في سن ال25. سمية بتقوله الله عليك يا أستاذ صالح، ده انت ما شاء الله عليك كده بالبدلة، لايقة عليك قوي قوي. مبروك الوظيفة الجديدة. بص بقى بصراحة أنا عرفت من البدلة اللي انت لابسها دي. أيوة، ايه الوظيفة دي بقبض فيها بقى يا ست سمية؟ ولا 9000 جنيه في الشهر. يعني خلاص ما عدتش أحمد بتاع زمان ده. يوه، اسكت يا سي صالح، اسكت عشان خاطر الحسد. ده يا بخت مدام نهى بيك، ده كفاية بس ان انت موجود في حياتها ولو حتى بتقبض 500 جنيه بس. نهى للأسف نهى مش مقدرة النعمة اللي هي فيها دي، بالعكس بتعمل معايا مشاكل كتير خالص وما عدتش طايقها ولا قادر ابص في وشها حتى. يا لهوي، ده اللي يتبطر على النعمة ربنا ياخدها من ايده، وهي مش متبطرة على النعمة وبس، لا، في حد ينكد على العسل ده كله. ماشي يا ستي، انا بقى طالما شفت وشك العسل دوت الصبح كده ربنا هيكرمني ان شاء الله. انا احب اعدي من قدامك كل يوم عشان اشوف الجمال ده كله. طب يلا بقى يا عم النحنوح، اجري بقى لحسن تترفد من شغلك وفي الاخر تقولي البت سمية وشها وحش عليا. لا لا لا، ده احلى وش في الدنيا. يلا بقى، سلام عليكم. وهنا سمية فضلت واقفة على فرش العيش وعمالة تكلم نفسها وتقول طب والله ده خسارة فيكي يا بت يا نهى، والله لا افضل وراك يا استاذ صالح لحد ما تيجي وتطلب ايدي للجواز وتتجوزني. ما انت برضو راجل ما تسابش ابدا، ودلوقتي بقى معاك وظيفة وفلوس وحالك بقى ايه جميل. وهنا استمر الحال على ما هو عليه. صالح كل يوم بيكلم نهى بأبشع الطرق وبأبشع الكلام، ومش طايقها خالص ولا قادر حتى يبص في وشها.
ومهما اهتمت بنفسها ولبست حلو وقعدت تتكلم معاه برضه هو متغير خالص. وهي دي طبيعة الراجل، لما خلاص عينه تروح وتزوغ على واحدة تانية خلاص مش بيشوف الست اللي صبرت معاه واستحملته في كل حاجة، ما يبقاش حد مالي عينه غير الجديدة. وبعد مرور حوالي شهر على نفس الوضع ده صالح راح لسمية وقال لها بقولك ايه يا بت يا سمية، ما تفكك بقى من شغل العيش ده كله وتيجي تتجوزيني يا بت وتعيشي معايا كده. لا يا اخويا، بس انت متجوز والست نهى ست جميلة وكمل، ليه بقى عايز تتجوزني؟ وبعدين يعني هتعيشني فين معاها بقى؟ وازاي وانت عندك شقة واحدة؟ مراتك دي ممكن تاكلني، وانت عارف ان انا طيبة وقلب ابيض ومش حمل بهدلة، كفاية بهدلة العيش عليا، مش يوم ما ربنا يتوب عليا من الشغلانة دي ادخل في بهدلة اكتر منها. عيب عليك يا بت، ما تقوليش كده، هي ما تقدرش تعمل معاكي اي حاجة، وبعدين انا راجل وربنا شرع لي ان اتجوز واحدة واتنين وتلاتة واربعة. لا يا اخويا، بس انا اللي يتجوزني ولا يبقى فيه تالتة ولا رابعة، ولو حكمت ما يكونش فيه اولى كمان. لا لا يا سمية، بس انا مش هقدر اطلقها عشان الناس ما يقولوش عليا ان انا قليل الاصل. انا هخليها وانتي هتبقي ست البيت وست الكل، وهدلعك اخر دلع، وهلبسك يا بت هدمة نضيفة كده بدل الهدوم اللي عليكي دي ووقفة العيش المتعبة دي. والله ما عارفة اقولك ايه يا استاذ صالح، انت بصراحة فاجئتني قوي وانا مش عارفة ارد واقول ايه. انا بصراحة اتكسفت قوي. ما تقوليش حاجة يا ستي، يلا بقى نقرا الفاتحة وفرش العيش دوت شهد علينا. دمك شربات يا استاذ صالح. وفعلا صالح اخد سمية من ايديها وراح اشترالها فستان جميل قوي، واخدها عند المأذون وكتبوا الكتاب. وهنا بقى سمية اتكلمت مع صالح وقالت انا فرحانة قوي يا صالح، فرحانة قوي قوي، اخيرا انا بقيت مراتك. ياه، الحمد لله. بس انا بقى بصراحة كده ناعية هم اول ليلة مع جوزي حبيبي هتكون عند اللي اسمها نهى دي. انا خايفة ان هي تبوظ علينا ليلتنا الحلوة دي يا صالح. ولا يهمك منها خالص يا نهلة يا حبيبتي، دي جزمة ولا تسوى ولا تقدر حتى ان هي تبصلك نص بصة كده. انتي متجوزة راجل يا بت، مش عيل لعبة كده، لا ده انا راجل واقدر احميكي قوي. لا يا حبيبي فشر، ما تقولش كده، ده انت سيد الرجالة. هو انت يعني لو ما كنت سيد الرجالة كنت انا اتجوزتك؟ ده انا حاطه عيني عليك من زمان، من زمان قوي، بس انت بقى اللي رحت اخترت اللي اسمها نهى دي وسبتني انا. واديني اهو يا جميل صلحت غلطتي وعرفت مصلحتي فين ورجعتلك يا قشطة. يلا بقى، مش هنفضل نتكلم هنا كتير، عايزين نخرج بقى من هنا ونروح على بيتنا، الليلة ليلتنا يا عروسة. يخرب عقلك، دمك شربات قوي يا استاذ صالح. ولا لا لا لا، استاذ صالح ايه، ده انت دمك شربات قوي قوي يا صلحتي. يا عيني عليك يا واد يا صالح، يا اللي كنت محروم من الحنية دي كلها. تصدقي بقى يا سمية، مراتي دي عمرها ما قالت لي يا صلحتي كده. ما تزعلش نفسك يا حبيبي، انا كل يوم وكل دقيقة وكل لحظة مش هقولك غير يا صلحتي يا صلحتي يا صلحتي. طب يلا بقى، خلينا نروح بسرعة عشان عايزة ابقى انا وانتي في اوضة واحدة كده بفارغ الصبر. وبالفعل صالح اخد سمية وروحوا على البيت، ونوع كانت قاعدة ومتمكيجة ولابسة فستان جديد وعاملة شعرها وقاعدة مستنية رجوع صالح. وهنا بقى صالح اول ما دخل اتكلمت وقالت اهو يا صالح يا حبيبي، انا بقيت زي بتوع التلفزيون بالظبط عشان خاطرك انت بس يا صالح، وعشان خاطر ما تزعلش مني.
اوعى تزعل مني يا حبيبي لو انا اهملت في نفسي شوية. اديني رحت اهو الكوافير وعملت شعري وحطيت ميك اب ولبست فستان جديد زي بتوع السيما بالظبط. ايه رأيك بقى؟ ايه القرف اللي انتي لابساه ده؟ ده شكلك زي الزفت. وبعدين مش عايزة تباركيلي؟ ده أنا النهاردة عريس. ادخلي برجلك اليمين يا سمية يا حبيبتي. مبروك عليك البيت الجديد. ايه ده يا صالح؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ قولي ان ده فيلم وان كل ده مش حقيقة. هو ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ انا مش فاهمة اي حاجة. وانا بحلم ولا ده حقيقة ولا ايه بالظبط؟ يا عيني، ده الصدمة قوية قوي عليها يا صالح. رزقة من ايديها كده عشان خاطر تحس ان هي عايشة في الحقيقة. ايوه يا ست نهى، بطلي تمثيل بقى. خلاص سمية بقت مراتي على سنة الله ورسوله، وهتعيش معاكي هنا في البيت ده. ولو مش عاجبك بقى فالباب بيفوت جمل. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا صالح؟ يعني دي اخرتها؟ تتجوز واحدة زي دي؟ تتجوز سمية بتاعت فرش العيش اللي كل اللي رايح واللي جاي يحط ايده عليها عشان تعرف تبيع العيش بتاعها؟ بترخص نفسها للناس وتخلي الرجالة تحط ايديهم على جسمها. عملت فيك كده؟ عملت فيك كده انت يا صالح؟ بس انت ما شاء الله عليك طلعت دلدول، وعرفت انها توقعك وتخليك تتجوزها. لم لسانك يا نهى، ومش عايزة اسمع اي كلمة من الكلام ده. دي متجوزاك عشان خاطر فلوسك، عشان خاطر انت اتوظفت بس يا صالح وبقى ليك وظيفة وفلوس. انما لو كنت زي الاول يوم معاكوا 10 مش لاقي تاكل ما كانتش هتبص في وشك. مالكيش دعوة، مالكيش دعوة انتي، واخرجي بره الموضوع خالص يا ست نهى. انا دلوقتي الحمد لله بقى معايا وظيفة وشغل، والحمد لله حالي بقى عال قوي. ماشي يا صالح، ماشي. انا هخرج بره حياتك نهائي، بس تفتكر ان انت اول ما ربنا اداك واتوظفت وبقى معاك فلوس نسيت اللي كانت عايشة معاك ميتة من جواها وما هياش لاقيه تاكل وعمرها ما اشتكت لحد؟ وصدقني يا صالح، صدقني انا هخليك تلف حوالين نفسك. وفي الوقت ده نهى سابت لهم البيت كله ودخلت لمت شنطتها وهدومها وخرجت من البيت وروحت على بيت امها. امها قعدت معاها اتكلمت وقالت: وانت يا بنتي بقى هتسيبيها لجوزك كده؟ ما احنا عارفين كلنا يا بنتي ان هي بنت حرام وزمانها هي اللي وقعته. هي اللي وقعته برضو. وهو يا ماما لو ما كانش واطي ما كانش داس عليا كده بعد كل اللي انا استحملته علشانه. بس انا دلوقتي هوريه انا هعمل فيه ايه. هو مش كان ليه قضية زمان في عركة كده من زمان قوي؟ انا بقى هاخد ورق القضية دي وهديه للشغل عنده، ووقتها هيرفضوه من الوظيفة. انا بقى هوريه انا هعمل فيه ايه. فعلا يا بنتي زي ما بيقولوا كده، ربنا يكفيك شر الواحدة الست لما تكره بعد حب كبير قوي. بس اوعي يا بنتي، اوعي يا بنتي النار اللي جواكي دي تاكلك وتيجي عليكي. النار النار اللي جوايا دي يا ماما مش هتاكل غير سمية وصالح بس، وخاصة صالح. والله يا ماما، والله لخليه يجي يبوس رجلي، انا اللي هدوس على راسه برجلي وما هرضى ارجع له ابدا. بحق كل يوم عشت فيه وانا اقصى امنية عندي اننا نجيب غدا بس. وفعلا صالح كان متهني مع العروسة الجديدة. اما نهى بقى راحت سلمت اوراق قضية العركة اللي كانت من زمان دي ما بين صالح وعالم بلطجية كده كانوا في الشارع. وبطبيعة الشغل في الشركات دي مش عايزين عالم بلطجية ولا الكلام ده، وبسبب كده رفضوه من الشغل. ووصل الورق على البيت، واللي استلم الورق دوت كانت سمية مراته. يا نهار مش فايت، يا نهار مش فايت يا صالح، الحق الحق، وصل لنا ورق على البيت والورقة دي بتقول ان انت اترفدت من الشركة. انت عملت ايه بالظبط يا صالح؟ والله ما عارف يا سمية، والله ما عارف انا عملت ايه بالظبط،
عشان خاطر يرفضوني كده؟ وبعدين انا واخد اجازة يومين عشان خاطر فرحي، معقولة يكون رفضوني عشان خاطر كده؟ في الوقت ده صالح قام جرى على الشركة، واتصدم جدا لما لقى اوراق القضية موجودة عنده في الشركة. وطبعا عرف ان هو مهما يتكلم معاهم مش هيقبلوا ولا حتى يرجعوه للشركة دي تاني. وصالح للأسف رجع ان هو يشتغل يوم فيه ويوم مفيش تاني. وبعد مرور شهر بالظبط صالح كان قاعد مع سمية، لقاها بتقوله: بقولك ايه يا صالح، احنا بقالنا يا اخويا 3 ايام ما عندناش الا جبنة وعيش، وانا خلاص يا اخويا معدتي وجعتني. ده انا فرش العيش كان بالنسبة لي احسن من ده كله، على الاقل كنت بعرف اجيب لنفسي لقمة كلها. اصبري بس عليا يا سمية، اصبري، وانا والله ما عارف اعمل ايه. انا مش عارف اللي صابني ده ازاي، وازاي الورق ده وصل لهم. ان شاء الله ربنا هيرزقني بوظيفة تانية. طب بقولك ايه، هو انا مش كنت جايبلك غواشة دهب كده؟ هاتيها، هاتيها نفك بيها زنقة. بقولك ايه يا حبيبي، روح لست نهى حبيبتك اللي كانت بتستحمل العيشة الفقر بتاعتها دي. ده طلع ان ربنا نجدها نوسة، وانا يا عيني عليا طلعت امي داعية عليا. انا سايبلك الدنيا كلها وماشية، وهفتح تاني فرش العيش بتاعي لحد ما اشوف راجل عدل كده يجي يتجوزنا. ايه انتي، ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ الغويشة دي من حقي، هاتي الغويشة دي. عايزة تخرجي من هنا اخرجي مع السلامة في 60 داهية. اوعى، ابعد ايدك عني، ملكش عندي حاجة يا حبيبي، ودي حقي انا، حق الايام اللي قضيتها معاك. يلا يا حلو، غرفة داهية. وبالفعل سمية سابته ومشت، وسابت له البيت كله، وقالت له ان ورقة الطلاق بتاعتها هتوصل لها لحد البيت وفي اسرع وقت. وهنا هو اتأكد ان نهى كانت احسن مليون مرة منها، وعمرها في يوم ما اشتكت، بالعكس كانت كل يوم تقوله بكرة ربنا هيكرم، وما تزعلش نفسك، وما تجيش على نفسك، وكل الكلام الحلو ده. وبعد مرور 3 ايام بالظبط صالح راح على بيت نهى وحاول يتكلم معاها. ساعتها نهى قالت له: اكيد السنيورة بتاعتك قالت لك طلقني، وان هي مش قادرة تعيش معاك وتاكل عيش وجبنة. لا، وساعات تاكل عيش بس من غير جبنة، صح ولا ايه؟ صح، صح يا نهى، عشان خاطر ربنا ارجعيلي يا نهى، انا عرفت غلطتي. لا يا حبيبي، استحالة ارجع لواحد زيك. صحيح اللي رفدك من وظيفتك يبقى وانا اللي سلمت لهم الورق ده. انتي يا نهى تعملي فيا كده؟ حب ايه بقى اللي كنتي بتحبيه ليا ده؟ بقولك ايه يا راجل انت، حب ايه وزفت ايه؟ انا ما بقتش احبك يا اخويا. ما هو انت مش هتدوس عليا وانا هسيبك عايش في النعم دي كلها؟ كان لازم ارجعك ليا مذلول كده، وتعيش مذلول وسط خلق ربنا ووحيد، لان انت جيت عليا ودوست عليا. يلا بقى يا حلم، اخرج برا بيتي. منك لله يا نهى، منك لله، زي ما دمرتي حياتي. انت لسه ليك عين كمان وعايز تعمل فيها الضحية؟ غرفي داهية، ده انت اللي دمرت كل حياتي. ما كنتش اتوقع ابدا يا نهى ان كل الحب اللي في قلبك ده يتحول لكره وحقد بالطريقة دي. البركة فيك يا صالح، كتر الف خيرك، انت اللي وصلتني لحد هنا. وفعلا نهى رفضت تماما ان هي ترجع لصالح تاني، وهو خلاص اترفد من شغله وطلق سمية، واللي كان بالنسبة لها الطلاق ده انتصار كبير جدا. ولحد هنا بتكون انتهت حكايتنا، بس انا مستنية ارائكم على القصة وارائكم على تصرف نهى. هل اللي عملته نهى ده صح ولا غلط؟ ولحد هنا نكون انتهت حكايتنا، لكن ما انتهتش الحكايات، واستنونا في حكاية جديدة وجميلة. دمتم في حفظ الله.